السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، النهاردة جاي أشرح لك اليونت السابع لطلبة الصف الأول بكالوريا وطلبة الصف الثالث ثانوي. فتيجي النهاردة تعالى نشوف مع بعض الزمن اللي موجود عليك في كل السنين، سواء كنت طالب أولى أو تانية أو تالتة. هو زمن أساسي وهو الباست سيمبل والباست بيرفكت. خلينا كده نتفق مع بعض ان الماضي البسيط هو التصريف الثاني والحدث الثاني. يبقى ثابته في دماغك اي حاجه حدث ثاني اي حاجه تصريف ثاني هو الباست سيمبل الماضي البسيط. تعالى كده نشوف تكوين الماضي البسيط الباست سيمبل، اللي زي ما قلت لسيادتك ان هو الحدث الثاني والتصريف الثاني. يبقى لما تيجي تعرف مين هو الحدث الثاني ومين هو التصريف الثاني تعرف ان هو الماضي البسيط، سواء كان باضافه الدي او الاي دي او الاي اي دي او التصريف الثاني من الافعال الirregular الفعل الشاذ. والفعل الشاذ يحفظ كما هو. يعني فعل شاذ يعني تلاقي توك، تلاقي روت، تلاقي سبوك. يبقى ده التصريف الثاني. يبقى الماضي البسيط الحدث الثاني والتصريف الثاني باضافه دي او اي دي او اي اي دي او التصريف الثاني من الافعال الشاذه. وادام قلت لك التكوين تيجي في دماغك ايوه زي ما انت بتقول كده ان التكوين هو المبني للمعلوم اللي لازم يبدا بالفاعل. زي يوسف worked yesterday، يوسف امبارح كان شغال، هو يوسف اللي اشتغل، هو يوسف اللي عمل الشيء وهو اللي قام بالفعل. تعال نشوف المبني للمجهول. ايوه المبني للمجهول زي ما انت بتتكلم مع نفسك وبتقول له بيبدا بالمفعول وبينتهي بالتصريف الثالث زائد was او where. ايوه زي ما بتقول مع نفسك ان اي فاعل او اي مفعول بيتصرف الى مفرد وجمع، المفعول او الفاعل بيحب الفعل اللي جواه اس. يبقى المفعول المفرد was ومفعول الجمع where، والاثنين زائد البي في اللي هو التصريف الثالث اللي هو باضافه دي او اي دي او اي اي دي. ولاحظ ان هو فوق الماضي البسيط التصريف الثاني وان البي في التصريف الثالث. وانا قلت لك فوق الماضي البسيط سبوك توك رود، يبقى هنا سبوكن هو ده البي في. هنا تيكن هو ده البي في. طيب تعال نشوف النفي. didn't زائد المصدر او never زائد فعل متصرف اللي هو ماضي بسيط. يبقى انا لما بحب انفي الماضي بسيط بنفيه ب didn't زائد المصدر والمصدر فعل بدون اي اضافات، او بنفي ب never زائد فعل متصرف اضافته دي او اي دي او اي اي دي او تصريف تاني من الافعال شاذه. وركز يعني لما يجي على سبيل المثال هيجي يقول لك جمله او هيقول لي didn't smoke، اما يجي يقول لي never هيقول لي never smoked. يبقى دي بتساوي دي. يبقى لما نيجي نتكلم على الماضي البسيط في حاجتين، في didn't بلس المصدر وفي never زائد فعل متصرف. فخلي بالك من دي لان بيجيبها لك في الريرايت. يبقى كده انا شرحت لك الماضي البسيط في المعلوم، الماضي البسيط في المجهول، الماضي البسيط في النفي. السؤال اي سؤال بيبدا باداه الاستفهام، في النص الفاعل، في الاخر علامه الاستفهام، ما قبل الفاعل وما بعده فهو تكوين النفي مع حذف النطق. يبقى كده قبل الفاعل هجيب ديت، بعد الفاعل هجيب الفعل في المصدر، ويبقى كده خلص السؤال. تعال نشوف الكلمات الداله وانت عارفها اكيد. yesterday واجو ولاست وان ذا باست وانس وان زي التاريخ قديم. ده انت اكيد عارفها كلمات داله على الماضي البسيط. المهم بقى في الماضي البسيط اللي انا بجيب seldom او really always او usually او ever او اختها never. بجيبهم ما بين الفاعل وما بين الفعل الاساسي، بجيبهم بين الفاعل وما بين الفعل الاساسي. يعني انا كده بجيب كلمات المضارع البسيط مع الماضي البسيط ليعبروا عن عاده في الماضي زي ما مكتوبه كده قدام سيادتك. احمد يوجوالي ووكد، احمد كان معتاد اللي هو بيتمشى، او احمد often played at street. احمد كان غالبا بيلعب في الشارع. يبقى انا بجيب كلمات المضارع البسيط بين الفاعل والفعل الاساسي ليعبروا عن عاده في الماضي. ده كان بسرعه الماضي البسيط. تعال نشوف اخد تاني الماضي التام، بس الماضي التام الحدث الاول. يبقى الماضي البسيط الحدث الثاني
والماضي التام الحدث الاول بيتكون في المبني للمعلوم من الفاعل زائد هاد زائد البي بي. يعني لما اقول لسيادتك ان علي هاد ترافل، علي سافر خلاص وانتهى، يبقى علي هاد ترافل هو اللي قام بالفعل. طب تعالى نحوله مبني للمعلوم زي ما قلت لك ان اي مبني للمعلوم احوله للمجهول هيبدا بالمفعول وينتهي بالبي بي وفي النص هاد بين، هيبدا بالمفعول الذي يتاثر بالفعل. يعني لما اجي اقول ان كلاس هاد بين decorated، ان الفصل تم عمل الديكور ليه، يبقى الكلاس هاد بين ديكوريتد تم عمل الديكور للكلاس. طب تعالى ننفيه. الطبيعي انا قلت لك اي نفي عباره عن تكوين الزمن زائد نوت، يبقى هجيب هاد وازود لها نوت، يبقى انت كده خلصت من تكوين النفي. طب زي ما قلت لك في الماضي البسيط السؤال الاساسي فيه الدبليو اتش، اللي في النص الفاعل، اللي في الاخر علامه الاستفهام، ما قبل الفاعل وما بعده فهو تكوين الزمن او تكوين النفي. يبقى قبل الفاعل اجيب هاد لو مبني للمعلوم، بعد الفاعل اجيب البي بي، وادي خلص كده تكوين السؤال. يعني زي ما يجي يقول لي سيادتك وات هاد يو دان. طب تعال نشوف الكلمات الداله اقولها لك ببساطه وبسهوله. افتر اللي اختها as soon as، اللي اختها before that، يبقى افتر اللي بتساوي as soon as بتساوي before that فيها حرف التي، يبقى يجي بعدها ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط، وانت عرفت ان الماضي التام الحدث الاول وان الماضي البسيط الحدث الثاني. طيب بيفور وباي ذا تايم وافتر ذات فيها حرف البي، يبقى يجي بعدها ماضي بسيط والجزء الثاني ماضي تام، والماضي التام في اي مكان في الجمله الحدث الاول، والماضي البسيط في اي مكان في الجمله الحدث الثاني. طيب تلو انتل اللي ما بتجيش الا في نص الجمله بمعنى حتى برضه فيها حرف التي، يبقى بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي، وانت عارف ان الماضي البسيط المنفي بيتكون من didn't زائد المصدر او نيفر زائد فعل متصرف او كودنت زائد المصدر او وودنت زائد المصدر. يبقى ده كان بسرعه كده الماضي البسيط والماضي التام، ملخص اليونت السابع للصف الاول الثانوي سواء كنت طالب بكالوريا او صف الثالث الثانوي. فركز ده ملخص كده بسرعه، طبعا في حاجات تانية وجوه حاجات تانية، فانت بس بتعرف المضمون الشامل عن الماضي التام والماضي البسيط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.